بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحبتي الكرام، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة وظروف حسنة وإياكم. لقاء أول أمس بالنسبة بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، كانت قمة من البطولة المغربية، تلعب في واحد الملعب جميل وجميل جدا اسمه الأمير مولاي عبد الله، أو المركب الأمير مولاي عبد الله. اللقاء نتاع بجوج لواحد، لا يهمنا النتيجة ولا يهمنا كل ما يخص تفاصيل هذا اللقاء. الذي يهمنا للأسف الشديد الحركة والحركات، أقل ما يقال عنها أنها بالأسف أنا مضطر أن نقول همجية لتكسير الكراسي نتاع الأمير مولاي عبد الله من طرف جماهير، أو لأقول من بعض جماهير الرجاء البيضاوي، جمهور عالمي، لكن بعض المحسوبين عليه. في الوقت اللي كان المغرب واحد الصراع قوي مع إسبانيا على احتضان المقابلة النهائية، المغرب استطاع تسجيل نقاط مهمة في إحدى اللقاءات اللي جرت في إسبانيا، وتعرض فيها بعض اللاعبين لتمييز العنصري لصيحات عنصرية. كان المغرب قطع واحد الشوط مهم وربح واحد النقاط كبيرة، ولكن جاو هادو هدموا لنا كل شيء. ملعب اعتبر أحسن ملعب في العالم، الدولة صرفت عليه ميزانية صحيحة، وأصلا هذاك الكرسي كتجلس عليه باش توجد الراحة ديالك. حنا كلنا مسؤولين، الكل مسؤول، أولا الجامعة مسؤولة، ماشي هذه المرة وماشي هذه الأولى. يمنع تنقل الجماهير. إذا كانت السمعة نتاع البلاد توصل للإساءة، منع الجماهير. ثانيا الجمهور تاع الرجاء العظيم اللي كنحيوه ونعرفوا المقدار ديالو ما يسكتش، الساكت عن الحق شيطان أخرس. شحال مثلا كنتو نتوما 5000 نفترض، شحال هاد المشاغبين 100 200 300 نديرو 1000 واحد مقابل كل واحد كيهربها، تريضوهم، ولو تستعمل بعض المرات القوة باش تريضهم لمصلحة البلد. وكاين عندكم لسان الحمد لله نقول لا يا أخي هذا الشيء لا يجوز وما يمكنش، والكلمة النصيحة عندها الآثار ديالها. كما أن الإعلام للأسف الشديد إلى الآن ما كانش لقاءات تحسيسية مهمة، يوم غدا ونديروا لقاءات تحسيسية. هذا الشيء المضار والأضرار ماشي، يا ريت كاين ضرر مادي ويعوض، لكن ضرر السمعة نتاع المغرب قطع خطوات كبيرة وجاب واحد السمعة دولية كبيرة في جميع المجالات، ليس فقط في الرياضة، وتجي بعمل همجي أرعن تضرب لنا كل شيء في الصفر. لهذا نتمنى لا تتكرر، وتبذل كل المجهودات لهذا النزيف أن يكون له حدا نهائيا. فالمغرب بلد عظيم يستحق كل الخير كل الخير، ونتمنى من جميع الفعاليات أن تعمل جاهدا لألا يتكرر هذا العمل المشين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.